السلام عليكم. كثير من مراكش خبر من المديريه العامه للامن الوطني باش توقف القيل والقال وبزاف ديال التكهنات حول مقتل واحراق الشرطي هشام بالدار البيضاء. شكرا للاجهزه الامنيه عموما، شكرا للمديريه الامن التي اصدرت البلاغ التالي. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرت الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء، يضيف بلاغ مديرية الأمن الوطني. وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي بغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالات بنكية تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي. ويضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلف بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية بعدما تربص به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقام بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يعمد إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية. كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قام بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية. وقد مكنت عملية المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي. وختم بيان المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عاهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى مكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو بمثل خدمات أمنية بالشارع العام. رحم الله شهيد الواجب، وشكرا للمديرية العامة للأمن الوطني، وشكرا لكل المتتبعين.